هلا حبايبي، أطيب قص دجاج راح تشوفون الوصفة كلش سهلة وكلش طيبة من قناتي قناة مارسيليا المنوعة. يلا سوا خلينا نشوف الوصفة. بالبداية أجيب صدر دجاج أقطعها طولاني، لا رقيقة ولا يعني ثخينة، وسط، وأخلي عليها بهارات الدجاج وبطاوة أقليها وأخلي شوية بصل إلى أن تتحمص، ودا أقلي بطاطا همينة. هسه حبايبي شوفوا ورا ما يتحمص البصل ينطي طعم كلش طيب والبطاطا خلصت. هسه راح أحضر السندويشات مالتي أو قص الدجاج. هسه حبايبي أسوي زلطة اللي هي عبارة عن طماطة وخس، بس أخلي ويا صوص الطحينة اللي هي لبن وطحينة، أخلي وشوية ثوم بودر وملح وحامض وبس. هسه راح أجيب الخبز اللي أسوي بيه قص اللي هو خبز التورتيلا. طبعا راح أطلعه. وهسه حبايبي أول شي اللي أسوي راح أخلي شوية صوص من هذا صوص الطحينة. طبعا كلش طيب هذا صوص الطحينة، مثل ما قلتلكم عبارة عن لبن وطحينة شوية وثوم أخلي وحامض وملح. طبعا لا تكثرون كثير لأن خليت من هذا الصوص هم بالسلطة، فبس شوية أريد حتى من أخلي قص الدجاج ياخذ طعم هذا الصوص. فهسه حبايبي راح أخلي صدر الدجاج أو القص اللي سويته اللي هو بس صدر دجاج وبصل وبهارات بهارات القص. طبعا القص كلش طيب طلع والبصل انطاها نكهة ويذوب ذوبان. هسه حبايبي أخلي شوية هم بطاطا مقلية عليها، طبعا هذا اختياري، تريدون تخلون باللفة أو تريدون تاكلوها بوحدة بكيفكم. وراح أخلي شوية من السلطة. السلطة هم شنو تحبون انتم خلوا، بس أحس الخس والطماطة بس هي اللي ترهم ويا قص الدجاج. وهوني ورا ما خليت راح ألفه كلش زين، ويعني تضغطون عليها حتى راح أحمصها. هسه قبل ما أحمصها طبعا الكابسة مالتي تكون يعني تكون حميته زين. وهوني بهذا الدهن المال القص راح شوية أدهنه حتى ياخذ لون ذهبي وتتحمص كلش كلش حلو. هسه حبايبي ورا ما حمصته شوفوا المنظر والريحة دمار. مثل ما قلت لكم سهلة وسريعة وطيبة بنفس الوقت. بعد ما تحتاجون تشترون لفات من المطعم، وألف عافية.